ريم ما كانتش تعرف إن أول شغلانة ليها هتبقى بداية الكابوس، ولا كانت تتخيل إن في مستشفى هادية بالشكل ده ممكن يبقى فيها صوت مش المفروض يكون موجود. ريم ممرضة لسه متعينة بقالها أسبوعين في المستشفى، مستشفى حكومي قديم في طرف المدينة. المبنى نفسه لونه أصفر باهت والدهان واقع في حتت كتير. ريحة المطهر دايما مالية الجو، بس تحتها في ريحة تانية خفيفة، ريحة رطوبة قديمة. في الدور التالت في جناح محدش بيستخدمه، باب حديد تقيل عليه لافتة صغيرة مكتوب عليها مغلق للصيانة. الغريب إن محدش شاف أي صيانة بتحصل. الممرضات القدامين دايما يعدوا من قدامه بسرعة، ولو حد اتسأل الرد يبقى قصير: ملكيش دعوة بالدور ده. ريم في أول أيامها ما اهتمتش، هي جاية تشتغل تاخد نبطشيتها وتمشي. لكن في نبطشية ليل الدنيا بتختلف. الساعة كانت 42 الفجر، المستشفى هادية بطريقة تخوف، حتى الأجهزة صوتها أهدى من العادي. ريم كانت ماشية في الطرقة، الكوتشي الأبيض بتاعها بيعمل صوت خفيف على الأرضية اللامعة، وهي بتعدي جنب السلم المؤدي للدور الثالث سمعته: عياط طفل، واطي مكتوم بس واضح. وقفت مكانها، سمعت كويس، العياط جاي من فوق. بصت حواليها، مفيش حد في الطرقة. قالت لنفسها يمكن متخيلة، يمكن صوت من أوضة أطفال تحت. لكن الصوت رجع تاني، أقرب، أوضح، زي طفل تعبان بيعيط وهو مخنوق. قلبها دق بسرعة. المنطق بيقول إن مفيش أطفال في المستشفى دي أصلاً، القسم ده مفيهوش حضانة، بس صوت العياط كان حقيقي ومؤلم. بصت على باب الجناح المقفول، الباب الحديد، وساعتها لاحظت حاجة غريبة. الباب مش مقفول بإحكام، موارب سنة بسيطة، فتحة صغيرة جدا تدخل منها شوية نور أصفر باهت. العياط طالع من جوه. ريم وقفت محتارة، لو في طفل فعلا جوه إزاي يتساب في جناح مغلق؟ مدت إيدها، لمست الباب، الحديد كان ساقع جدا، ساقع زيادة عن الطبيعي. زقته سنة بسيطة، الباب عمل صرير طويل واطي زي حد بيئن. العياط وقف فجأة، سكون كامل. السكون ده كان أسوأ من العياط. ريم دخلت خطوة، الطرقة جوه أضيق من الطبيعي. الأنوار شغالة نص لمبة، نور أصفر ضعيف، الحيطان عليها شروخ قديمة، وفي آخر الطرقة باب أوضة نص مفتوح، ومن جوه صوت نفس طفل صغير متقطع قريب. ريم حست حلقها نشف، قربت، كل خطوة كانت محسوبة. صوت قلبها بقى أعلى من صوت أنفاس الطفل. وقفت قدام الباب، بصت من الفتحة، اللي شافته خلى نفسها يتسحب منها فجأة. في نص الأوضة سرير حديد قديم، وعليه طفل صغير مش أكتر من 4 سنين، لابس لبس مستشفى أبيض ومربوط. إيديه مربوطين في جوانب السرير بشاش طبي، ورجليه كمان، وعينه مفتوحة، بس مش بيبص على الباب، بيبص للسقف، والدموع نازلة على ودانه. ريم دخلت بسرعة، قالت بصوت مخنوق: يا حبيبي، إيه ده؟ مين عمل فيك كده؟ قربت تفك الشاش، لكن في اللحظة دي الطفل لف رقبته ببطء ناحيتها، ببطء مش طبيعي. عينه كانت واسعة جدا، أوسع من عين طفل عادي، وما فيهاش لمعة دموع، فيها حاجة تانية مش طبيعية، حاجة بصة جوه ريم نفسها. والعياط وقف واستبدل بابتسامة صغيرة هادية باردة. ريم رجعت خطوة، قالت بصوت مهزوز: استنى، هنده لحد. طلعت تجري بره الجناح، نزلت للدور التاني، مسكت دراع زميلتها سمر: في طفل فوق مربوط، تعالي بسرعة. سمر بصت لها باستغراب: طفل؟ فوق فين؟ في الجناح المقفول. وشها اتغير، بس مش من الصدمة، من الضيق. قالت ريم: مفيش جناح شغال فوق، أنا شفته بعينيا. طلعت معاها، وصلوا قدام الباب الحديد. ريم كانت بتنهج، مسكت الباب، فتحته بسرعة، دخلت الطرقة. الأنوار مطفية، الدور غرقان في ضلمة، مفيش ريحة مطهر، مفيش صوت نفس، مفيش باب مفتوح في آخر الطرقة، كل الأبواب مقفولة بإحكام. والأوضة اللي شافتها كانت حيطة مصمتة، مفيش باب أصلا. ريم وقفت في النص، بتبص حوالين نفسها، حاسة إن الأرض بتلف. سمر قالت بهدوء غريب: انت دخلتي هنا لوحدك؟ ريم همست: كان هنا، كان مربوط. سمر قربت منها وقالت بصوت أوطى: مفيش حد في الجناح ده من 10 سنين. في اللحظة دي من وراهم، جوه الطرقة المظلمة،
اتسمع نفس الصوت، عياط طفل قريب جدا، كأنه واقف ورا ظهرهم مباشرة. العياط جه من وراهم مباشرة. ريم اتخشبت في مكانها. سمر اتلفتت بسرعة، ملامحها فيها خوف حقيقي المرة دي. الصوت اتكرر، أوضح، مش من آخر الطرقة، من بينهم. ريم همست: انتي سامعة صح؟ سمر ردت فورا وصوتها مهزوز: الكلمة دي خلت دم ريم يتجمد أكتر من العياط نفسه. الصوت اتحرك، زي ما يكون بيلف حواليهم، مرة ناحية الشمال، مرة ناحية اليمين، وبعدين فوق السقف. اتسمع خبط خفيف فوقهم، زي كف صغير بيخبط من الناحية التانية من السقف. سمر شدت دراع ريم: يلا ننزل. لكن أول ما لفوا عشان يخرجوا، الباب الحديد اتقفل لوحده بقوة. الصدى رج الطرقة كلها. سمر جريت عليه، حاولت تفتحه، المقبض ما بيتحركش. العياط بدأ يتحول لنفس متقطع قريب جدا. ريم حست إن الصوت بيلف حواليها، مش جاي من اتجاه واحد. سمر مسكت دراعها بقوة، الخوف كان واضح في عينيها. وفجأة الباب الحديد وراهم اتحرك، صرير بطيء طويل، وبدأ يتفتح لوحده، ولا هم لمسوه. الهواء الدافي من السلم دخل الطرقة، كأنه بيفصلهم عن حاجة كانت هتقفل عليهم. سمر همست بسرعة: يلا يلا نمشي. ريم ما كانتش محتاجة تتقلها. خرجوا تقريبا بيجروا، وأول ما عدوا العتبة، الباب اتقفل تاني وراهم بنفس الصوت التقيل. سكون، مفيش عياط، مفيش أي حاجة، بس الاتنين كانوا عارفين إن اللي سمعوه ما كانش خيال. نزلوا للدور التاني. سمر وقفت قدام ريم، لسه نفسها عالي، وقالت بحدة مخلوطة بخوف: اسمعيني كويس، ما تجيبيش سيرة إننا طلعنا فوق. ريم بصت لها بعدم استيعاب: بس ممنوع الطلوع هناك، لو الإدارة عرفت إننا دخلنا الجناح، إحنا اللي هنتحاسب وهيقولوا إننا بنخرف. سكتت لحظة وبصت حواليها تتأكد إن محدش سامع. الدور ده مقفول من زمان، خليه مقفول. ريم ما ردتش، بس جواها كان في حاجة بتقول إن الموضوع مش هيقف هنا. الليلة عدت بصعوبة، ولما رجعت بيتها كانت الساعة قربت على الفجر. شقتها صغيرة في عمارة هادية. قعدت على السرير وهي بتحاول تقنع نفسها إن اللي حصل ضغط شغل، إرهاق، توتر. نامت يمكن بعد ساعة، وفي نص نومها سمعته: عياط طفل واطي مكتوم، نفس الطبقة، نفس النبرة المخنوقة. ريم فتحت عينيها فجأة، الضلمة مالية الأوضة. قعدت في السرير، قلبها بيدق بعنف. سمعت كويس، الصوت جاي من الصالة، مستحيل. قامت ببطء، خرجت من أوضتها. الشقة ساكتة تماما، مفيش حاجة. وقفت لحظة تحاول تهدي نفسها، يمكن حلم. رجعت أوضتها. أول ما حطت راسها على المخدة، سمعت خبطة على باب الشقة، خبطة واحدة تقيلة. ريم اتجمدت، بصت ناحية الباب من بعيد كأنها شايفاه من خلال الحيطان. الخبط اتكرر مرتين 3، مش خبط جار ولا حد بيخبط عادي، زي كف صغير بيخبط بإلحاح. قامت تمشي ناحية الباب، كل خطوة كانت أبطأ من اللي قبلها. وقفت قدامه، بصت من العين السحرية. السلم فاضي، مفيش حد ولا حتى صوت نفس. سكتت لحظة، وأول ما لفت ظهرها عشان تمشي، سمعت العياط من جوه الشقة، من وراها مباشرة. لفت بسرعة، الصالة فاضية، لكن باب أوضتها كان موارب، وهي متأكدة إنها سابته مفتوح. قربت ببطء، دفعت الباب. الأوضة زي ما هي، لكن على المخدة في علامة مبلولة صغيرة، زي أثر دموع. ريم رجعت خطوة وحست إن النوم بقى مستحيل. تاني يوم وهي في المستشفى، كانت مرهقة ووشها شاحب، وفي لحظة غفلة قصيرة في غرفة الاستراحة غفلت وحلمت. شايفة نفسها واقفة في نفس الطرقة بتاعة الجناح، الباب الحديد مفتوح، بس المرة دي مفيش خوف، في إحساس انتظار. دخلت، الأوضة موجودة، السرير في نصها، والطفل قاعد عليه مش مربوط، بيبصلها، وقال بهدوء: انتي الوحيدة اللي سمعتيني. ريم في الحلم حاولت تتكلم، لكن صوتها ما خرجش. الطفل مد ايده ناحيتها: ما تسيبينيش زيهم. وفجأة ايديه مسكت معصمها، ايديه كانت باردة جدا. ريم صحيت مفزوعة، بصت على ايديها، على معصمها تحديدا، وكان عليه أثر خفيف، 4 علامات صغيرة حمراء زي أثر أصابع. والعياط كان لسه بيرن في ودانها حتى وهي صاحية، والرعب كان لسه بيبدأ. إلى اللقاء، واستنونا في مزيد من القصص على قناتكم اسمع الحكاية.